السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعين قناة هبة هنيدة. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كلاص بالمونغ. ما فيهش شي مقادير كثيره، نحتاج على بركه الله 6 صفار البيض، واحد حبه المونغ تكون كبيره شويه، سيترو الحليب، ورقه واحده د الجيلاتين، سيترو الكريم فريش، هنا 100 غرام كاسونات اولا سكر بني، واللي ما توفرش عليه يمكن يستعملها سنيده. دابا غندوزو نسخنوا الحليب ديالنا ونبداو طريقه التحضير. الحليب ديالنا حنا عملناه يسخن، دابا غنخلطوا البيض اللي عندنا. هذا الكاسونات غنعملوها مع صفار البيض وغادي نخلطها تيذوب نص السكر. هذيك ورقه الجيلاتين انا غنبدا ترقات شويه في الماء بارد. من بعد ما سخنا الحليب دابا نبداو نضيفوها شويه شويه على الخليط البيض حنا كنحركو. دابا غنرجعوها في الكاسرونه يغلى شويه. هذا داك السكر نرجعوه على النار. مخصوش يغلي، نحركو شويه غير نشوفوا بحال غيبدا يغلي الحليب صافي كفايه. دابا غنزيدو الجيلاتين ديالنا صافي، نحركو غير نحسو بالحليب غيبغي يغلي لنا صافي ثواني. صافي الحليب ديالنا الخليط ديالنا دابا هو واجد. غنطفيو عليه البوطه، غنخليوه يبرد شويه. دابا كناخذ واحد خلاط كهربائي غنعمل فيه ديك المونغ ديالي مقطعه طريفات، وغنزيد عليه هذاك الخليط ديال البيض والحليب. دابا غنطحنو مزيان. الخليط ديالنا هو من بعد ما طحناه دابا نخليوه على جنب حتى يحتاجوه. دابا غنطربو ديك السيترو الكريمه اللي كانت عندنا. انا عندي هذه ديجا فيها السكر، واذا توفرت عندكم شي كريمه ما فيهاش السكر زيدوا السكر على حسب الذوق ديالكم. انا هذه ديجا كتجي حلوه بحال ولا ما. الكريمه ديالي ها هي صافي طلعت. دابا غنبدا نضيف عليها شويه بشويه داك الخليط اللي طحنا قبيل ديال البيض والحليب، وغنبقى نخلط من التحت للفوق عاد بشويه من التحت للفوق. غنبدا بسميه شويه غنخلط من التحت للفوق. صافي الكلاص ديالنا هو واجد. كناخذ واحد مول سيليكون ولا اي مول كان عندكم كيدخل الثلاجه. انا عندي هذا صافي غنفرغ فيه كلشي. صافي دابا غندخلوها للثلاجه يبات ليله كامله ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله.